اوكي، نرجع تاني بفيديو جديد من الفيديوهات دي اللي انا بتكلم فيها عن فيلم انا بحبه ولكن الفيلم مكروه جدا. الفيديوهات دي انا بحسها ان هي زي ما تقولوا علاج نفسي عندي كده، ان انا فعلا اتكلم على الفيلم من غير ما اخاف يعني، ولا احط اي اهتمام للناس اللي فعلا بتكره الفيلم ده، سواء كانوا النقاد، سواء كان التقييم بتاعه في كل مواقع التقييم، سواء كان انتوا اللي ممكن فعلا شايفين ان ده فيلم وحش قوي. والنهارده احنا عندنا فيلم مكروه يعني، سكر بانش لزاك سنايدر. اه الفيلم ده من اكتر الافلام اللي انا شفتها يعني مكروه عليها بشكل غريب. واول لما زاك سنايدر اتقال ان هو هيخرج فيلم باتمان في سوبرمان، وهو اللي هيخرج فيلم سوبرمان الجديد مان اوف ستيل، وهو اللي هيعمل جاستس ليج والكلام ده، اول لما الاعلان ده اتحط كل الناس قعدوا يقولوا زاك سنايدر مخرج وحش مخرج وحش، شوفوا فيلم ساكر بانش، شوفوا الافلام اللي عملها ياع وبتاع والكلام ده. طبعا مفيش حد بيتكلم على فيلم واتشمان لان هو برضو اللي عمل واتشمان، لان فيلم واتشمان حلو غصب عنك بقى، لما مفيش كلام في دي. بس فيلم ساكر بانش يعني دايما الناس بتاخد ضرباتهم فيه. بس بصراحة فيلم ساكر بانش فيلم رائع بالنسبة لي طبعا. الفيلم غريب جدا، الفيلم مليان يعني حاجات بتاعت زاك سنايدر كده هو، وانا بحب زاك سنايدر كمخرج، فالفيلم ده مليان بقى زاك سنايدرهات. شفت انتوا لما تتفرجوا على فيلم كريستوفر نولان والفيلم يكون مليان حاجات بتاعت كريستوفر نولان، ده من اكتر الافلام اللي مليانه حاجات زاك سنايدر. استخدام الموسيقى سي جي اي كتير جدا، بس انا لما زاك سنايدر بيستخدم السي جي اي انا ما بمانعش الموضوع ده، قشطه استخدم سي جي اي زي ما انت عايز، ما عندكش مشكله. بس الغرابه بقى بتاعت الفيلم ده، يعني الفيلم كقصه هي قصة غبية. واحدة بتروح اسايلم، فهي عايزة تهرب من الاسايلم ده، فهي كل ما بترقص او بتعمل حاجة بتتنقل لبعد تاني، والبعد التاني ده بيكون فيه حرب والاغنية شغالة، اغاني بنت لذينة حلوة بغباء، يعني بالنسبة لي يعني حلوة بغباء، وهي بتحارب في العالم ده، ولكن في الحقيقة معنى ان هي بتحارب في العالم ده هي بتحارب في العالم الحقيقي، بس احنا بنشوفش الحرب اللي في العالم الحقيقي، احنا بنشوف الشكل اللي الحرب ده بيبان، ولكن ما بين بقى حاجات غريبة، حرب عالمية تانية، بعدين مرة واحدة بتحارب روبوتس عظيم كبير كده، وبعدين تدمير، بعدين ليه حاجة زي كده الناس مش شايفينها زي ما انا شايفها؟ It's super awesome. انا مش شخص سهل جدا ان انا يتكل عقلي بحلاوة كده بكم حاجة يعني جيميكي، كم حاجة اللي هو شوف دي صايعة قوي خد دي حبها وكده اهو، انا مش هيتكل عقلي بالسهولة دي، ولكن فيلم ساكر بانش بيعمل حاجات كتير من دي وحاجات منها بتنفع، وانا ما عنديش مشكلة معاها. مش عايز اقول بقى ان الفيلم عميق والفيلم ليه يعني سوشيال كومنتري وبيهاجم وبتاع وكده اهو، لا الفيلم حلو. والحاجه اللي انتوا يعني مش ملاحظينها ان الفيلم ده يعني فيلم حلو جدا بالنسبه لي، والبطله بتاعت الفيلم واحده انشي يعني كيكس اس، هي بنت لذينه، ومفيش حد طلع وقال اسمه ايه ده ليه ما عندناش افلام عن واحده كده هو مرأة قويه وبتاع كده. مساكر بانش عامل الموضوع من زمان جدا، وانا لسه دلوقتي جاي في دماغي ان انا اتكلم على الموضوع ده. ليه الناس ما تاخدش ساكر بانش كمثال لفيلم الفيميل قويه؟ هل علشان يعني زاك سنايدر ليه حاجات غريبه كده وبيقعد ياخد شطات ليها، يعني شطات تحس ان هي ليها ايحاءات جنسيه؟ ما لناش دعوه، ده ما بيقللش من قوه المراه دلوقتي كده اهو بقى وانت بس عامه فيلم زي ده انا حبيته من اول مره اتفرجت عليه في الفيلم، وما منعتش خالص ان هو البطله بتاعته فيميل ولا الحاجات دي دخلت دماغي اصلا. ده مش معنى ان يعني لو كان دلوقتي معمول الفيلم بتاع ساكر بانش ده كنت هتلاقوا ان هو هيتباع بس على انه الفيلم اللي بيبين ان البنات قوية والكلام ده، ولكن الفيلم ده كان معمول في زمن تاني قبل ما الثقافة دي تتنشر. وانا بجد عايز اشوف ناس زيي بيدوا الفيلم ده حقه، وبس ما بيكرهوش الفيلم ده كره بالعمي كده، اللي هو كل الناس تقول عليه فيلم وحش فيلا كلنا نقول عليه فيلم وحش، بس هناخد الحاجات الوحشه اللي باينه في الفيلم وهنقعد نركز عليها. الفيلم مش محتاج كده، الفيلم اصلا مش طالب منك حاجه، فيلم ليه ستايل مختلف، من اكتر الافلام بتاع زاك سنايدر اللي انا بحبها. طبعا مش هقول ان هو من احسن الافلام اللي انا اتفرجت عليها، ولكن هو فيلم ممتع وانا ما عنديش اي مشكله ان انا ارجع واتفرج عليه في اي وقت. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.